كلمه ميك لو انت بتخلي حد يعمل حاجه او بتجعل حد في شعور معين. بص يا سيدي، كلمه ميك وتجيب بعديها الفعل في المصدر، ودي معناها انه يجعل حد يعمل شيء بس مكره، مش حابب ده. وفي انك انت تخلي حد تخلي فيه adjective معينه. يعني ايه؟ انك انت تديله صفه معينه. يعني مثلا تقول لك ايه، تقول example ايه. بص كده، لو جينا كتبنا example، تعالى كده نكتب example كده في النوت بتاعتنا. دلوقتي لو انت عاوز تقول ان في حد خلى شخص معين يعمل حاجه مكره، يعني مثلا اقول لك ايه اهو، تيجي مثلا ايه واحده من البنات مامتها تجبرها انها تنظف الاوضه، يبقى my mom مالها made me clean all the house. يبقى ماما خلتني انظف البيت كله. يبقى هل هي حابه الموضوع ده؟ لا، بس جه بعدها verb ايه؟ infinitive زي ما انت شايف. اما بص كده، my dad always makes me happy. يبقى كده معناها ان بابا دايما بيخليني ايه؟ مبسوط. يبقى جبت هنا معاها ايه؟ adjective. سهله ميك؟ تيجي نكمل.